الكونسبت باختصار شديد زي ما كنا لسه بنتكلم في فكره ان انت تبقى السنتريسيتي بتاعتك مين. يعني انت دلوقتي بتدور على مصلحتك انت، فانت في الغالب في العادي بتتكلم عن نفسك او البرودكت بتاعك او البراند بتاعك، وبتحاول تبوش على الناس او تفورس عليهم مسج معينه او تلقنوا مسج معينه خلينا نقول، علشان ابقى انا كده خلاص عملت الايه، عملت الاكسرسايز بتاعي. ماشي. انا عايز اوصل له ان البرودكت ده بيعمل كذا او انا بعمل كذا. ماشي. الموضوع اتنقل طبعا يعني بسبب ان يعني فكره البوش دي ان كله بيهجم على نفس الكاستمرز او التارجت اودينس، خلينا نتكلم بشكل عام يعني. كله بيهجم بمسجز، كله بيتكلم عن انا كبراند كذا، انا كبراند كذا. الفاليو الحقيقيه مش في البوش، في البول. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما انا اروح انا القنه المسج او انا اروح ابلغه المسج بتاعتي بشكل مباشر، طب واي نوت ان انا اديله فاليو، والفاليو دي تخليه يحبني، فهو اللي يجي لي. فانا زي الماجنت كده، انا اللي بشفطه فهو يسيب. يعني ممكن ما يجيش لحد تاني عمال يعمل له اعلانات بشكل مستمر. الاعلانات دي ممكن تكون بالنسبه له irritating جدا، وخلاص عرف المسج وبرده مش هيشتري او مش هيوصف او مش هيكتب، او يعني مش دي الطريقه المور كومفورتبل للتارجت اودينس. التارجت اودينس عايز البراند او الشركه او البرودكت اللي يديله فاليو. اوكي. الفاليو دي هو ساعتها هيقدرها، هيبقى في رابور ما بينك وما بينه، هيبدا يفكر فيك، وغالبا لو فكر يروح لحد هيروح للي اداله فاليو. ودي حتى يعني كونسبت عام جدا مشهور يعني حتى في السيلز حتى. يعني فكره ان انت بتحاول تنصح العميل يعني، فاوتوماتيكلي هو بيحس بيابريشيت ان انت نصحته من غير ما هو مش شايف ان انت بتحاول تبيع له، انت بتحاول تساعده. ففي انت بتحاول تبيع له وحاول تساعده. فلو انت بتساعدني فعلا، عايز اشتري اي حاجه، عايز اشتري ثلاجه مثلا، فانت جاي بتعملي اديوكيشن، تقول لي انواعها كذا ومساحتها او احجامها كذا والاسعار كذا غالي، ده مش عارف ايه، ده ضمانه احسن، ده. فانت خلاص فهمت القصه كلها. فاكوردنجلي اولا بحس بالفاليو اللي انت مديهاني، فببقى ابريشيتنج جدا وجريتفول قوي ليك او ممتن جدا ليك. ثانيا ان انت مش احساس ان انت مش بتضغط عليا عشان عايز مني الحاجه دي، ده بيعليك في نظري جدا، فيساعد ان انا ابقى ايموشنالي اتاتشد ليك اكتر وهكذا. ففكره الكونتنت باختصار شديد ان انت الكونتنت بتاعك لو انت عرفت تعمله بطريقه، الطريقه دي بتوصل المسج بتاعتك بشكل اندايركت، الناس بتبقى حباه جدا جدا وبتابريشيت جدا الكلام ده، واكوردنجلي انت بتستفيد بقى ايه بالتبعيه ان هم بيبقوا كاستمرز ليك وكمان بيبقوا لويال.